عيالي الغياب، انا مش قادره اودي عيالي المدارس. انا ما الست الذي أبكت العالم كله وهي بتترجى وزير التربية والتعليم، وبتستغيث بيه وبتقوله ارفع الغياب عن أولادي علشان أنا مش قد المصروفات ولا قد مصاريف المدارس، ولا معايا أجيب لهم سندوتشات ولا أركبهم الباصات. طبعا الست دي بتوصف كل حالة بيت مصر في هذه الأيام الصعبة. بصراحة المصاريف بقت عبء جامد جدا على أولياء الأمور، ومعظم الناس ما عادتش عندها قدرة على التعليم، يعني مش عارفين يعلموا ولادهم ولا يقعدوهم بصراحة من المدارس. الدروس الخصوصية بقت غالية جدا، وكمان الكتب الخارجية بقت غالية. غير كده المصروفات بتاعة الطالب ذات نفسه، الطالب ممكن يتكلف له وهو خارج الصبح كده من باص لسندوتشات لمصروف، ممكن يخش له في حوالي 50 60 جنيه. طبعا هم أولياء الأمور هيجيبوا منين لده كله؟ في ناس طبعا على حسب مدارسهم، وفي مدارس بتكون بعيدة وبيدخلوا لهم في ال100 جنيه بالمواصلات بتاعتهم. دوت أكيد عبء جامد على أولياء الأمور. ربنا يا رب يكون في عون الناس كلها تعبانة. وطبعا الفيديو دوت انتشر للست دي وأبكت العالم كله، وهي بتستغيث بوزير التربية والتعليم وبتقول له ارفع عن ولادي المصروفات، لأن الغياب، لأن مش قادرة أصرف عليهم، ولا قادرة أدفع لهم المصاريف، ولا قادرة أجيب لهم سندوتشات. ودوت أكيد حال معظم البيوت المصرية.